السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من يوميات عماد وداليا لخدمات المعاقين. النهارده هنتكلم عن موضوع والله العظيم. يعني أنا النهارده حاسس يعني بالأمل أكتر. على فكرة أنا كان عندي عميل جه حجز في شهر 6، سوري، كان كشف في شهر 6. عايز أقول لكم أنا لما جالي هو بيحجز أنا مش متوقع نجاحه، تمام؟ وبرده لما جه يخش يكشف بدل مش متوقع نجاحه أصلا. بس الحمد لله ان ربنا يعني ما بيخيبش ظني. انا ثقتي في ربنا كبيره يعني. المهم النهارده فوجئت ان هو جالي. انا طبعا عندي العميل لما احنا بنتابع النتيجه، المدام هي اللي بتبعتها على الواتس يعني. فجالي بالجواب قال لي يا عم احمد انا نجحت. قلت له والله انا كنت يعني فوجئت طبعا. فطبعا عرفت المدام كانت بعتت لي النتيجه امبارح، تمام. فعايز اقول لكم لا، في امل بجد والله العظيم، في امل. لكن الفيديو الجاي هكلمكم طبعا عن موضوع ان الحكومه عايزاه، والحكومه اصلا بتفكر في ايه وبترمي الهلب ازاي، تمام. لكن قلت اقول لكم الفيديو ده عشان تعرفوا ان لا حياه مع اليأس ولا يأس مع الحياه فعلا. الحمد لله دايما بساعد عميلي، ولا وسايط ولا رشاوى ولا معارف ولا الكلام التافه ده كله. انا بساعد عميلي بحكم الخبره يعني. وعايز اقول لكم طبعا في ناس بتسقط، بس يعني لو جينا كده نقيسها نسبه وتناسب هنلاقي تقريبا 90 95% بينجحوا، والقليل هو اللي بيسقط يعني. فخلي عندكم امل، تمام. واي حد عايز يحجز تحت امره يتواصل معايا من خلال الرسايل، وابعت له رقم معين الاتنين ليه، تمام. واي حد عايز يعرف مكتبي فين، كلام جميل. اولا مكتبي جنب المجالس، وانا عامل فيديو على القناه بقول فيها مكان مكتبي فين. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.